السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معانا فيديو جديد النهاردة. هنعمل طريقة الشكال البورسعيدي الجميل، حاجة كده ما شاء الله جميل ومبطرخ. حاجة هتشوفوها معايا، بس خليكم معايا لاخر الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده، دول معايا 2 كيلو شكال، حاجة يعني حاجة نظيفة. وطبعا نقعناهم في شوية مية عشان لو فيهم رملة ولا اي حاجة تنزل. زي ما انتوا شايفين كده الحلة بتاعتنا على النار. هنبدأ بقى ننزل بالكمية بتاعتنا كلها معايا، بس لاخر الفيديو هتشوفوا الخطوات، وسهله وبسيطه جدا ومش محتاج اي وقت على النار خالص، يعني ما بياخدش معانا اكتر من 10 دقايق. هننزل كده بكل الشكال بتاعنا. طبعا احنا ضامنين نضافته عشان احنا عاملينه في البيت، وحاجه كده ايه، حاجه نظيفه يعني. ما شاء الله، ولا فاضي ولا اي حاجه، مليان ومبطرخ وجميل. زي ما انتوا شايفين كده هنبدا بقى ننزل بالمكونات بتاعتنا اللي هتخلي الشكال بتاعنا طعمه احلى واجمل من اللي احنا بنجيبه من المطاعم بره. هنا معانا طماطمايه، معانا قرن فلفل، معانا طبعا فلفل الوان. زي ما انتوا شايفين كده هننزل بكل المكونات. ما تقلقيش خالص، هو اكتر من 10 دقايق ما بياخدش، فالحاجه ما بتلحقش تدوب معانا. زي ما انتوا شايفين كده طبعا الاسماك والشكال والجمبري والحاجات ديت عشقها الكمون. معلقتين كمون كده محترمين هنبدا ننزل بيهم. لو حابه سبايسي ماشي بتحطي شطه، لكن انا ما بحبش السبايسي عشان ولادي يعني. حبه ملح كده زي ما انتوا شايفين. كل التوابل دي مع بعض، والليمون برضو اساسي معايا. هنبدا نقطع ليمونه شرايح كده وننزل بيها على المكونات بتاعتنا كده. ان البخار بدا يطلع معانا، يعني معانا كده بدا يدخل في السوا. ليمونه متقطعه، ولو مش حباها متقطعه ممكن تحطي عصره ليمونه عادي برضو. زي ما انت تحبي. هنبدأ بقى نقلبه كده، هيبدأ ياخد معانا لون، ما بياخدش وقت معانا خالص. ليه ما بياخدش وقت معانا؟ عشان لو اخد اكتر من 10 دقايق بيفضي معانا وما بيبقاش حلو من جوه، تفتحيه تلاقيه فاضي. فدوب بس ياخد معانا ايه، تقلبي تقلبتين كده وتبدأي تنزلي بالتقديم، يعني تقدميه. ده الشكل النهائي بعد ما تقدم حاجة كده ما شاء الله تحفة، وما شاء الله على الطعم كان جميل جدا. وده كان فيديو النهاردة ان شاء الله.